موظف مفتح كده اداس ليك جوني حمدان دقله 2 مليون دولار بهجة انه بعرف شركات كده بتوسط له انه يرفعوا العقوبات من الشركات حقته ويفكوا له ارصده حقه. وداس ودوسة الله يلاقينا الموظف قفل تليفوناته ويختفى. صلوا على الحبيب، شيروا الفيديو، وما تنسوا اللايك والمتابعة عشان نكمل لكم القصة. كشفت تقارير صحفية عن تدوين مهامي بدول واحد من الدول الأوروبية بلاغ موجه لأحد الموظفين الشركة التابع لشقيق الغايد للدعم السريع جوني حمدان دوغلو. جاء البرنامج كالآتي: بلاغ عن موظف قام بسحب مبالغ ضخمة جدا على دفعات، يعني 200 ألف دولار 500 ألف دولار كده، تموا 2 مليون دولار بهجة تعاقد مع أحد الشركات المؤثرة في اتخاذ القرار الأمريكي عشان يرفعوا له العقوبات على جوني من مكتب المراقبة والأصول الأجنبية التابعة للوزارة الخزانة الأمريكية بسبب تورده في شراء الأسلحة والذخائر لصالح الميليشيات الدعم السريع والتعجيج الحرب في السودان. والمهام ذاته يا جماعه قبضوا كده، اللي قال لهم مالك هناك ما الدول الاوروبيه ده ما بخفوا حاجه. قال المهامي انه الموظف ده اخفى نفسه وتقلص من كل وسائل الاتصال. الزول ده اختفى كله، كل الاتصال وكل العناوين بدم تربطهم بها مساها وقده، ما يعني فعليا استيلاء على هذا المبالغ الماليه الضخمه لنفسه. ودخل القش وما قال كش. قالوا يا جماعة شنو المفتح باكل مع أموال التماع. المعلم قال له نفك لك أنت بتخسر مليون 2 مليون دولار ونفك لك المليارات الدولارات اللي حظرها الأمريكان في حسابات في أوروبا والحسابات في أمريكا. أنا بظبط لك أمورك يا معلم. جاب له خواجتين كده خشام، ما قال لهم ده من الشركة الفلانية بتاع ده لك برضه أي زول أخذ له كسرته. والمعلمين قال يا معلم أنت من راية غنم وصلت المرحلة ده في 6 سنوات. المرحلة اللي هسه انتوا وصلتوا ده الناس بوصلوا في 15 جيل، فده مرحلة كبيرة جدا من عقلك. عشان كده التنداس ومال الحرام يذهب من حيث أتى، يذهب من حيث أتى. باكلوكم كده بنهاية الحرب ده هتفلس، وهم من الناس اللي عقلوك ذات هيسلموك ويجيبوك للسودان عشان يشيلوا البكشيش بتاعهم جائزة 100,000 دولار ولا 50,000 دولار، وأموركم بيمشي. والدعاء بتاع السودانيين وتشاديين ونيجيريين الناس اللي جبتوا أولادهم قتلتهم في السودان، وناس اللي شلتوا أموالهم، ده برضه الدعاء ده ما بيمشي ساي في نهار رمضان. ده أنا ذاته بدعي لكم من هنا ده: ربنا يجعل كيدكم في نحركم، ولو قوتكم بقى أكبر من قوة الله دمرونا، ولو قوة الله أكبر منكم يزيلكم ويبيدكم ببركة هذا الرمضان، ويجيب كل حق الشعب السوداني. تحياتي لكم.